ساعة يوميا، والأولوية للقضايا الاجتماعية، دمج 10 وزارات لضمان كفاءة الأداء. وعلى حسب الأهرام أيضا الجدد الدكتور محمد شاكر وزيرا للكهرباء، الطيار حسام كمال وزيرا للطيران، إبراهيم يونس وزيرا للإنتاج الحربي، ناهد حسن عشري وزيرا للقوى العاملة والهجرة، غادة والي وزيرا للتضامن الاجتماعي، الدكتور طارق قطب وزيرا للري، خالد حنفي وزيرا للتموين. اتغير التموين، اي حد عنده مشكله مع التموين دلوقتي يستنى لحد ما نشوف ايه موضوع التموين. اشرف منصور وزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي. في برضه مشاكل كتير من الناس بالنسبه للبحث العلمي، مضطرين ان احنا ننتظر لحد ما الامور تستقر. ومحفوظ صابر وزيرا للعدل، مصطفى مدبولي وزيرا للاشغال وزيرا للاسكان اسف، والباقون اللواء محمد ابراهيم وزيرا للداخليه، اللواء الدكتور محمد مختار جمعه وزير الاوقاف، دوريه شرف الدين وزير الاعلام، اشرف العربي للتخطيط والتعاون الدولي، عادل لبيب وزير للتنميه المحليه والاداريه، هشام زعزوع وزيرا للسياحه، شريف اسماعيل البترول، محمد ابراهيم للاثار، محمود ابو الناصر للتربيه والتعليم، خالد عبد العزيز للشباب والرياضه، المهندس عاطف حلمي وزير الاتصالات، منير فخر عبد النور وزيرا للاستثمار والتجاره، والمستشار مستشار امين المهدي وزير العداله الانتقاليه ومجلس النواب، المهندس ايمن فريد ابو حديد وزيرا للزراعه واستصلاح الاراضي، وليلى اسكندر وزيره للبيئه. المستبعدون: هاني محمود وزير التنميه الاداريه، طاهر ابو زيد وزير الرياضه، محمد عبد المطلب وزير الري، المستشار عادل عبد الحميد وزيرا للعدل، كمال ابو عيطه وزير القوى العامله، احمد البرعي وزير التضامن، احمد جلال وزير الماليه، احمد امام وزير الكهرباء، ماهر رباط وزير الصحه، عبد العزيز فاضل وزير الطيران، محمد ابو شادي وزير التموين. وداع مهيب لضحايا مجزرة ليبيا، والحكم في اللوحات المعدنية لنظيف وغالي 26 مارس. في خبر عن أن اليمن تحتجز 36 صيادا مصريا في سجن عدن بتهمة انتهاك المياه الإقليمية، ونقيب الصيادين بيقول المحتجزون من برج مغيزل بكفر الشيخ وحصلوا على تصاريح لبيع الأسماك في اليمن. طبعا في صفحة رئيسية بكرة في اليوم السابع: سوهاج تبكي شهدائها السبع، نجع مخيمر تعلن الحداد، والمسلمون والمسيحيون يطالبون بالثأر. الصفحة يمكن تظهر قدام حضراتكم فيها يعني ملخص للأحداث، يعني ملخص صحفي يعني للوضع في نجع مخيمر. زي ما بقول لحضراتكم سوهاج تبكي شهداء السبعه، والحكومه تعلن الحداد في هذا الاطار. بتسميها الوفد بكره ان حكومه السيد محلب حكومه فك وتركيب، ودمج 10 وزارات في 5 ابرزها التجاره مع الاستثمار بدون قطاع الاعمال، الشؤون البرلمانيه مع العداله الانتقاليه والتنميه المحليه مع الاداريه، والصناعه مستقله، وغموض في النقل. نقابة الأطباء بروفة لإضراب 8 مارس مفتوح، شلل في المستشفيات الحكومية والصيدليات، تمتنع عن بيع الدواء. والبدوي السيد البدوي رئيس حزب الوفد بيقول مصر في خطر وتحتاج تكاتف الجميع في هذا الإطار. طيب طالما بنتكلم في هذا الأمر، المؤامرة القذرة بتسميها صحيفة الدستور. ايه المؤامره القذره من وجهه نظر صحيفه الدستور؟ حمدين وعنان والاخوان قادوا مخطط التآمر لمظاهرات غدا 28 فبراير من اجل الوصول الى حكم على عهده صحيفه الدستور، وليس لي انا دخل في هذا الامر. اقاله الحكومه اكارت المخطط وافشلت خطه اتحاد الجماعه اليساريه مع الارهابيه. وفي كلام عن منع ممدوح الولي من السفر في قضيه فساد الاهرام. روزا اليوسف: اسرار اللحظات الاخيره لتشكيل حكومه محلب، مصالحه الاخوان بالكهرباء وحملات امنيه مكثفه تبقي على ابراهيم في الداخليه، عبد المطلب يعتصم بمجلس الوزراء ويرفض تسليم ملفات الرئيس. ايه يعتصم دي؟ لا ده جديده دي. يعني ايه يعتصم؟ مش عارف ايه من شوفوا لنا ابراهيم جاد يا شباب اللي كتب الخبر. يعني ايه وزير يعتصم داخل توجه معانا من تم استدعاء الطيار حسام كمال اللي هو محمد ابراهيم. اما التحديات الجديده ستدخل الحكومه الجديده رفض الدكتور. يعني روزا اليوسف بتقول انه الدكتور محمد عبد المطلب وزير الري السابق تسلم ملفات الوزاره
رفض تسليم ملفات الوزاره للوزير الجديد الدكتور طارق قطب، وقرر عبد المطلب الذهاب لمجلس الوزراء للاعتصام هناك رافضا اقالته. ده امر في منتهى الخطوره. شوفوا لي متحدث باسم مجلس الوزراء كده قبل ما نقفل يا شباب. هل بالفعل وزير الري حسب صحيفه روزا اليوسف، ولا ده من وحي الخيال ولا ايه؟ يعني انا اول مره اقرا ده، يعني ما عنديش ما يفيد في الصحف الاخرى انه هذا الكلام حدث وان وزير الري اعتصم. ده احنا ناس كبار يعني، فالمفروض الحاجات دي ما تحصلش، وان شاء الله تكون مش ما حصلتش. يعني موضوع ان انا اعتصم داخل مجلس الوزراء، يعني ليه؟ عشان ان انا ارفض تغييري؟ لا. محلب يدير ظهره للاحزاب ويؤكد للمصري اليوم